أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بكم في الحلقة 92 من كرة مع العمدة، والحلقة 24 من حلقات الموسم الرياضي 2022-2023. بدون مبالغة، كل جماهير مصر بمختلف انتماءاتها الكروية وخصوصا جماهير نادي الزمالك لازم توجه الشكر والتقدير للنادي المصري اللي نجح في إعادة الروح للمنافسة على درع الدوري بعد تعادله السلبي بدون أهداف مع النادي الأهلي ضمن مباريات الجولة 13، لأن لولا التعادل ده كان الفرق بين النادي الأهلي ونادي فيوتشر صاحب المركز الثاني هيبقى 6 نقط، وبين الأهلي والزمالك صاحب المركز الثالث 7 نقط. لكن التعادل ده خلى لسه فيه منافسة، لأن الفرق بين الأهلي وفيوتشر 4 نقط، وبين الأهلي والزمالك 5 نقط. نرجع تاني لمباراة الأهلي والمصري. كان مهم جدا إن النادي المصري ما يخسرش النهارده عشان يحافظ على الفوزين اللي حققهم في آخر مباراتين أمام الداخلية والاتحاد السكندري، وكمان عشان عندنا في الجولة الجاية مباراة قوية جدا مع نادي غزل المحلة صاحب المركز الخامس برصيد 21 نقطة، وكان لازم ندخل المباراة دي وإحنا معنوياتنا عالية لأنها بوابة المنافسة على الدخول في المربع الذهبي. صحيح النادي المصري كان يقدر يكسب النهارده وياخد ال3 بونت من الأهلي ويشعل صراع المنافسة على الدوري أكتر وأكتر، لكن ده ما يقللش أبدا من المجهود الكبير اللي بذله اللعيبة والجهاز الفني بقيادة العميد حسام حسن. 90 دقيقة رجولة، 90 دقيقة حماس واستبسال. قدام مين؟ قدام النادي الأهلي متصدر الدوري، قدام النادي الأهلي اللي كسب بيراميدز بنجومه 3-0، قدام النادي الأهلي اللي لم يخسر أي مباراة في الدوري حتى الآن، قدام النادي الأهلي صاحب أقوى هجوم وأقوى دفاع في الدوري. يبقى امتياز للنادي المصري اللي نجح إنه ياخد نقطة من النادي الأهلي، ارتفع بها رصيده للنقطة 18 في المركز الثامن. في ختام حلقتنا بتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل الجماهير اللي كانت حريصة على مؤازرة فريق النادي المصري في مباراته النهاردة أمام النادي الأهلي، وسافرت مخصوص لبرج العرب في الجو ده عشان تساند وتؤازر النادي المصري. ترجعوا بألف سلامة إن شاء الله، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع العمدة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله.